ضحك في العزا وقلبها رعب. حكاية تقيلة على قناة قصص البوب. في حاجات لما بنسمعها بنفتكرها هزار، بس لما بنعيشها بنفهم ان الضحك ساعات بيخبي وراه رعب كبير. اللي هحكيه النهاردة مش حكاية خيال، دي حصلت في عزا حقيقي في بيت عيلة من أشهر العائلات، وازاي ضحكة واحد قلبت العزا لجنازة تانية. أهلا بيكم في قناة قصص البوب، ودي حكايتنا النهاردة. وقبل أي حاجة للي عرفنا من القناة التانية، عاوزين نحضر نفس الطقوس اللي متعودين عليها في القناة التانية. سماعتك وقهوتك واجهز علشان سهرتك. الجزء الأول بيقول الليلة الأولى من العزا. البيت كبير، الإنارة واطية شوية والمرايات كلها متغطية بقماش اسود. المعزيين قاعدين وكل وش فيهم باين عليه الحزن الحقيقي، إلا واحد وواحد بس، كان اسمه أحمد وكان قريب المرحوم. قاعد ساكت، عينه بترمش بسرعة وكل شوية يبص في نقطة ورا ظهر أي حد بيتكلم. حد قاله مالك، شكلك مش طبيعي. ساعتها ضحك ضحكة خفيفة كده، بس كانت مرعبة شويتين. ضحكة ما كانتش مفهومة، ما كانتش مناسبة لأي حاجة حواليه. واحد من المعزين قام وقال له لو مش فارق لك الميت احترم الناس على الأقل. بس أحمد ساعتها قال جملة جمدت الدم في عروق الكل. هو بيضحك، انتوا مش شايفينه. نروح للجزء التاني، السر اللي كان مخبيه. الناس كلها اتصدمت بس محدش اتكلم، لحد ما جت خالته نعمات، ست كبيرة جدا وشها كله ملامح خوف. قالت له مين اللي بيضحك يا أحمد؟ احنا شايفين التابوت فاضي، هو انت شايف حاجة تانية؟ أحمد قال لها أنا شفته واقف ورا نعشه بيبصلك يا خالتي، وبيضحك بنفس ضحكتك وانت صغيرة. اللي حصل بعد كده كان صدمة. خالته وقعت على الأرض وفضلت تصرخ وتقول رجع بعد ما حرقته؟ ده كان وعد ليه، ده ما كانش لازم يرجع أبدا. نروح بسرعة للجزء الثالث، لعنة الماضي. الكل بدأ يسأل هو مين اللي رجع. خالته وهي بتعيط وتخبط في الأرض قالت أخويا ده ما كانش إنسان، ما كانش طبيعي. في يوم من 40 سنة أنا شفت بعيني وهو طفل، كان واقف بيتكلم مع ضله والضل بيرد عليه. أبوه كان دايما يقول عليه مسكون. وفي يوم جاتني مكالمة من جارتنا قالت لي شوفناه بيولع في قطة وهو كان بيضحك. جريت دخلت الأوضة لقيته بيرسم رموز على الحيطة كده وبيقول اللي خلاني هياخدني تاني بس مش هيسيبكم. ولما مات أنا حرقت هدومه كلها ودفنته من غير ملامح. نروح للجزء الرابع، الرعب بيبدأ. في الليلة التانية من العزا حد من المعزيين صرخ فجأة وقال النور طفى والباب اتقفل لوحده. كلهم بصوا حوالين بعض، بس أحمد كان واقف في نص الأوضة عينه مفتوحة على الآخر وبيقول هو جه، هو دخل، واللي جاي مش هيكون عزا، ده طقس تاني خالص. نهاية الجزء الأول الرعب بدأ فعلا، والعيلة دي قدامها 3 ليالي تانية فيهم حاجات عمرها ما كانت للعامة ولا للناس العادية. فيهم سر أحمد وسر الضحكة اللي كانت بتطارد جده، وفيهم إجابة سؤال لحد بيضحك في العزا. لو حاسين ان الرعب بدأ يوصل لكم استنوا الجزء التاني اللي هيكون أعمق وأخطر. ولا أقول لكم بما ان ديت أول قصة نقولها على القناة الجديدة ديت، تعالوا نكمل الجزء التاني على طول في نفس الفيديو ده. نروح للجزء الخامس، الليلة التانية، صوت من المقبرة. الليلة كانت أهدى بس الهدوء ما كانش طبيعي، كان زي اللي بيجهزك لضربة جاية. السكون كان تقيل لدرجة انك تحس انك سامع أنفاس في الحيطة. وأول ما دخل أحمد الأوضة اللي فيها النعش وقف فجأة وسأل هو المفروض صوت الطبل ده بيجي من المقابر؟ كل الناس سكتت، بس فعلا كان في صوت خبط متقطع جاي من بعيد قريب من اتجاه المدافن كده، والخبط كان كأنه طبل
بس بطيء. خالته نعمات رفعت راسها وقالت بصوت مش طبيعي: ده مش طبل، ده ورد راجع من زمان، كان بيتقال على شخص معين لما بيدفن بيرجع يقرا الورد اللي حرموه عليه، اسمه ورد الدم. الجزء السادس: ورد الدم. واحد من الرجالة قال: يا جماعة احنا في زمن علم، مفيش حاجة اسمها ورد بيرجع بعد الموت. احمد بصله وسأله سؤال بسيط: عارف عدد الدقات اللي بتتقال في الورد ده كام؟ قال له: لا. قال له: 103، زي عدد الضربات اللي اتضربها جدي لما دخل المقبرة ومات واقف. الناس كلها بدأت تقلق، بس قبل ما حد يرد الكهرباء قطعت وكل حاجة سكتت. مفيش غير دق دق، نفس الصوت كده، لكن المرة دي جاي من جوه البيت. خالته نعمات قامت من مكانها وقالت لأحمد: لو فعلا شايفه لازم تقول لنا هو عايز ايه، مين اللي جابه، وايه اللي هيحصل لو استمر الدق ده. احمد قال بهدوء: هو مش جاي لوحده، هو جاي ياخد اللي كسره وعده واللي حرق جلده، جاي ياخدك يا خالتي. ساعتها صوت في الأوضة اتكلم بصوت خشن كأنه صوت متقطع من مكان غويط جدا: وعدتي ونقطتي، اديني حقي. كل الناس جرت برا الأوضة إلا خالته نعمات. كانت واقفة بترتعش بتبص في المراية اللي المفروض كانت مغطية، بس اتكشفت لوحدها وفيها صورة قديمة ليها وهي صغيرة واقفة جنب شخص ملامحه مش واضحة بس باين انه ما كانش بشري. نروح للجزء الثامن: المقبرة القديمة. احمد قرر يروح المقابر القديمة اللي اتدفن فيها جده. خد معاه 2 من قرايبه ومعاهم فانوس كبير. اول ما قربوا من التربة حسوا ان التراب بيتنفس، كل خطوة كانوا بيمشوا فيها الارض كانت بتطلع صوت كأن في حاجة تحتهم. وصلوا للضريح لقوا مكتوب على الحيطة من جوه: الميت لو رجع يا ياخد وعده يا ياخد صاحبه. احمد فهم الجملة وبص للناس اللي معاه وقال لهم: هو ما ماتش لوحده، هو مات ناقص حاجة ونفسه يرجعها بأي طريقة. علشان بسرعة نروح للجزء التاسع: رجوع اللي مات. في نفس اللحظة في البيت خالته نعمات كانت بتصرخ وبتقول: خرجوه، افتحوا النعش، ده مش جثة جدي، ده كان راجع بأجساد جديدة. الكل خاف، بس في 2 من الرجالة فتحوا التابوت وكان الفرشة سودة تماما، ما فيهاش لا جثة ولا كفن ولا اي حاجة. التابوت كان كله فاضي، كان في بس قماشة متقطعة وعليها رسمة على شكل وجه متفحم. وفي الوقت ده ظهر احمد وكان جسمه بيتشنج وبيقول بصوت ما كانش صوته: رجعتوني مش عشان ترتاحوا، علشان تتعذبوا معايا. ويلا بينا نروح للجزء العاشر: الطقس. العيلة كلها اكتشفت انهم اتورطوا في لعنة. جده كان عامل طقس قديم ومات قبل ما يكمله، بس اللعنة بتتنقل تلقائي لأول حفيد يتولد بعد موته. واحنا طبعا كده عارفين ان احمد كان اول حفيد يتولد بعد دفنه ب2 شهر. كل حاجة بقت واضحة. الضحكة اللي قال عليها كانت اول علامة، والخبط هو بداية الطقس. والطقس كان عبارة عن ضحكة، دقات، كشف، رجوع، وبعدين انتقام. نروح بقى للنهاية، اخر لحظة في الجزء الاخير. في اليوم الثالث احمد اختفى. كل العيلة صحيت على خبر انه اتوجد مقتول، جثته متعلقة على بوابة المقابر. بس الغريب انه كان بيضحك بنفس الضحكة اللي قال انه شافها في اول يوم. وفي جيبه كان في ورقة مكتوب عليها: وعد اكتمل بس لسه ورثي منتهاش. ومن اليوم ده كل عيلته قررت محدش يحكي عن العزا، بس جارتهم اللي كانت شايفة كل حاجة من اول يوم قالت انها كل سنة في نفس الميعاد بتسمع صوت ضحك واطي جاي من ناحية بيتهم، رغم ان البيت دلوقتي فاضي تماما. لو وصلت لاخر القصة انت اكيد حسيت باللي انا حسيته. الضحك مش دايما علامة فرح، ساعات بيكون بداية لحاجة مرعبة. دي كانت حكايتنا النهاردة واول فيديو على القناة الجديدة بتاعت قصص البوب. لو عجبتك ما تنساش اللايك والاشتراك
واستناني في قصة تانية هنشدك فيها اكتر. وسؤال الحلقة بتاع النهاردة: لو ضحك حد في عزا وانت منتش شايف سبب، هتسأله ولا هتجري؟ اكتب لي رأيك. ولو في اي حد حصل معاه اي قصة وحابب يعرضها علينا ونطلع نتكلم عنها في فيديو كويس ومحترم كده، يدخل يعرضها عليا وانا هطلع واتكلم عنها. تصبحوا على خير.